يا أهلا بأصحاب القلوب البيضاء وأهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان وتنظيفات قبل رمضان، طبعا عندنا كلنا أطفال بترسم على الحوائط واحنا بنحتار هننضف ازاي. فيديو النهاردة هننضف معاكم الحيطة زي ما انتم شايفينها وواضح بالشكل ده، هنشوفها قبل وبعد. هستخدم 3 منتجات وهنقارن بينهم. النهاردة مش هنستخدم أي خلطات. عايزه اقول لكم قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان تكونوا اول ناس تشوف فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا رحله تحويل الحيطه زي ما انتم شايفين من لوحه فنيه لنظافه ولمعان. المنتجات بتاعتنا النهارده، وهو اول واحد سترس 7 في 1 كلنا عارفينه. تاني منتج اللي هو فلاش 7 في 1. تالت منتج معانا اللي هو بريكس. طبعا هنجرب كل منتج على منطقة مختلفة في الحيطة بتاعتنا. بصوا أول حاجة المنتج بتاع سترس بصراحة تحفة جدا. اللي موجود على الحيطة ده قلم رصاص وقلم جاف وألوان. تمام، المنطقة دي يعني كان فيها كل أنواع الأقلام. اول ما بحط الرغوة وبدعك اللي هو بدعك بسيط، يعني مش بضغط قوي، بيطلع القلم الرصاص في ثواني. يعني القلم الرصاص بيطلع بسرعة، لكن القلم الجاف بيحتاج شوية ان انا اضغط على السلكة ويعني وادعك فترة. طبعا والالوان برضو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بصراحة خطير وبصراحة تحفة. بصوا بكل سهولة كنت بضغط يعني يا دوب بالسلكة، فكانت بتطلع كل حاجة. في المنطقة دي أنا جربت فلاش اللي هو 7 في 1، ولكن الكاميرا ما كانتش بتصور للأسف. ولكن هو بصراحة جميل، طلع زي سترس بس مش بالجودة بتاعت سترس برضو، يعني كنت محتاجة أضغط على السلكة شوية. هي النظافة واحدة تقريبا. تالت منتج معانا اللي هو بريكس ده أنا استخدمته. بصوا يعني مفيش، بضغط بالسلكة جدا. مش بيطلع الشخابيط بسهولة. ثانيا هو جرح لي الحيطة، طلع لي اللون. فانصحكم ما تجربوهوش، لو يعني اضطريتوا ليه اوعوا تجربوه حتى. بكده اكون جربت ال3 منتجات بتوع النهارده، وتقريبا انتوا دلوقتي عرفتوا انهي منتج فيهم اللي تقدري تستخدميه ويجيب معاكي نتيجة جميلة جدا. عايزة اقول لكم ان انا استخدمت بريكس ده على الابواب، طلع تحفة بجد، يعني جميل. لو انت عايزة تستخدمي خلطات طبعا ما بتقدريش تستخدمي اي منتجات لانها فيها مواد كيماوية تقدري تستخدميها. انا لجأت للحل الاسهل وكنت مستعجلة. عايزة اقول لكم في نهاية الفيديو ده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومستنية تعليقاتكم على الفيديو. وما تنسوش تعملوا اشتراك لقناتي، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده. وهنا بوريكم النظافة في الاخر. وكده بقى الحيطة قبل وبعد، شوفوا كانت ايه وبقت ايه دلوقتي. اشوفكم في فيديو جديد ونلتقي على خير.